السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الحلوين في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة خفيفة كده، على أداتين استفهام مهمين جدا معانا. تمام، أول واحدة عندنا اسمها how many. how many معناها كم للعدد. دي بتستخدم لما أنا أحب أعد شيء معين. بيقول لي طيب how many بتمشي مع أي حد؟ قال لي لأ، دي أول شيء هنا أنا ما بقدرش أستخدمها مع الأسماء التي لا تعد. يعني هنا لا تستخدم مع الأسماء التي لا تعد. فاكرينها اللي هي uncountable noun؟ تمام، دي ما بستخدمش معاها ومني خالص. كمان بيقول لي لا يأتي معها مفرد، مفيش اسم مفرد يجي مع هاو ميني خالص. تمام، امال ايه يا سيدي؟ قال لي بتأتي مع الأسماء الجمع فقط. اهو تأتي مع الأسماء الجمع فقط. تمام، يبقى هي ما بتجيش غير مع الجمع بس، ده اللي تحفظه وتفهمه. يبقى هي لا بتيجي مع الأسماء الأنكاونتابل ناون، الأسماء التي لا تعد، ولا تأتي مع إيه؟ مع مفرد نهائيا. طيب مثلا لو خدنا مثال وقلنا مثلا كده، بقول هاو many. تمام، هاو many الصورة واضحة إن شاء الله. هاو many مثلا apples، تفاح مثلا، كم عدد التفاح are there الموجودين هنا. تمام، يبقى how many apples دي حرف الإي. how many apples are there، كم تفاحة موجود هنا. لما أنا باجي أجاوب خلي بالك بقى في الإجابة، هو بيقول لي هنا عند الإجابة برد برقم. يعني لازم أرد إيه؟ برقم. أنا بسألك عن عدد أصلا كده كده. تمام، فأنت بتقول لي حضرتك مثلا إيه؟ بتقول لي there are مثلا 30 apples، في عندي 30 تفاحة، أو 20 apples 20 تفاحة، أو 10 apples 10 تفاحات، أو 1 apples على حسب إيه ما موجود. يبقى أنا عندي كده how many بيقول لي ما تستخدمش مع الأسماء التي لا تعد، ولا تأتي مع الاسم المفرد، ولكن تيجي مع الاسم الجمع. ولما أحب أجاوب زي ما قلت لك برد إيه؟ برقم. طيب في حد تاني، في حد تاني أختها كده اسمها إيه يا ترى؟ بيقول لي اسمها how much. هاو ماتش بيقول لي دي كم، تستخدم بس للكمية. تمام، أو للكميات، واخد بالك؟ حاجة كده كمية كبيرة. تمام، يعني دي بنستخدمها مع مين يا ترى؟ بيقول لي بتستخدم أهو كده، تستخدم مع الأسماء التي لا تعد، اللي هي الأنكاونتابل ناون. بنستخدمها مع الأسماء اللي إيه؟ ما نقدرش نعدها. تمام، واحنا عارفينها طبعا، كلها شرحناها في السابق قبل كده. تمام، زي مثلا لو انا خدت مثال وقال لي how much، اهو مثلا milk. تمام is there. تمام، كم كمية اللبن الموجودة هنا؟ طب اللبن ده يا اخوانا اسماء، احنا قلنا خلي بالك الاسماء التي لا تعد لا تجمع، لو انت متذكر قبل كده. وكمان مش بتاخد او ان، يعني ما بتاخدش عليها نكره. وفي نفس الوقت بعملها معاملة المفرد، عشان كده جبت معاها أنا إز، ما جبتش معاها آر. تمام، طيب لما بحب أجاوب قال لي في الإجابة كده، بص كده عند الإجابة. تمام، بنعمل إيه عند الإجابة؟ قال لي بنرد بوحدات قياس، يعني تكون وحدات قياس. يعني وحدات قياس يعني كيلو مثلا، 2 كيلو، 2 لتر، 4 لتر كوب، ما اعرفش ايه الكلام ده كله اللي احنا عارفينه. فهنا مثلا هقول انا there are مثلا 3 لتر. تمام، يوجد مثلا 3 لتر اهو من اللبن. طب ما انت استخدمت ار هنا عشان اتكلم مع عدد. تمام، وما جبتش سيرة الاسم الذي لا يعد. ممكن مثلا اقول مثلا 3 جلاس اهو، 3 اكواب. ممكن باتل اللي هي عبوة. تمام اهي. تمام، عبوة، واخد بالك؟ دي كوب. يبقى عندي هنا how much بستخدمها مع الأسماء التي لا تعد، ولما بستخدمها برد إيه؟ بوحدات قياس. تمام، وبرضو خلي بالك ممكن تستخدم للسؤال عن السعر. تمام أهو، تستخدم
للسؤال عن الثمن أو السعر. مثلا بقول كم how much مثلا the tea مثلا كم يكلف الشاي مثلا أو un bottle. تمام. un bottle of tea مثلا كم يكلف مثلا إيه عبوة من الشاي أو تكلفتها يعني السعر بتاعها. فأنا برد عليه. يبقى هنا how much عندي بتتكلم على الكمية وبتتكلم كمان على السعر. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقة خفيفة ولذيذة جدا جدا. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش زي ما قلت لك إنك تسجل كل حاجة عندك. تمام. وما تنساش لو أنت محتاج أي حاجة اكتبها في التعليقات، واللايك والشير والسبسكرايب بتاعك عشان بيفيدنا كتير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.